مين فينا بيجيلوش وقت صعب كده يقول لك انا نفسي في واحده سينابون من الكبيره دي عليها بقى كراميل ومكسرات، اغطس واغرق جواها وانسى همومي واحزاني؟ هل لما بتسمع الكلمتين دول تحس انك عشت الموضوع ده قبل كده؟ عندك اكل معين بتسميه كومفورت فود بتاعك، ده اللي دايما بتروح له لما تبقى زعلان او متضايق؟ ده اللي هنتكلم عنه النهارده في حلقه الايموشنال ايتنج من بودكاست انت تخنت كده ليه. هل تعرف ان 80% من حالات الاوفر ايتنج بيكون سببها هو الايموشنال ايتنج؟ او بالعربي يعني 80% من المرات اللي انت هتاكل فيها زيادة عن طاقتك وزيادة عن احتياج جسمك هيكون السبب في ده هي مشاعرك او الجوع العاطفي. الكلام ده ممكن ميبقاش جديد وممكن تشوف انك سمعته قبل كده، ودفنتلي اي حد بيتكلم في حاجة ليها علاقة بالخسسان او الصحة او الجسم اكيد جاب لك سيرة الايموشنال ايتنج. هدفنا في حلقة النهاردة ان احنا نفهم اصلا يعني ايه ايموشنال ايتنج، بيحصل ازاي، اتكون امتى، ايه سلطته علينا دي اللي بتخلينا نعمل حاجات احنا مش عايزينها، نعمل تصرفات مش محببة لينا او مش هي اللي بتساعدنا ان احنا نوصل لهدفنا. وبالتالي لما نفهم الكلام ده نقدر نفهم ازاي نقدر نغيره وازاي نقدر نصلح العادات او الحاجات اللي جوانا اللي احنا متعودين عليها واللي بتبعدنا عن هدفنا اكتر. نعرف نجاوب سؤال انت تخنت كده ليه، وتعرف بالحاجات الجديدة اللي تتعلمها انك تخس وانت مبسوط. يلا بينا. 85% من حالات زيادة الوزن بيكون سببها هو الأكل العاطفي. لما تيجي تبص على الأبحاث اللي بتتعمل على ورقة الدايت أو الدايت كولتشر وتشوف إن نسبة نجاحها لا تتعدى 5%، وتحط المعلومتين دول جنب بعض هتلاقي نفسك قادر تفهم حاجة ممكن تبقى مايند شيفتنج بالنسبة لك، ممكن تغير وجهة نظرك تماما عن رحلة الخسسان ورحلة تغيير العادات الصحية بتاعتك اللي انت بتحاول وبتعافر فيها بقالك كتير. هو ليه الورقة او النظام الثابت اللي دكاترة الدايت ودكاترة التغذية بيكتبوه ليه ما يسمى بالدايت كولتشر ما بيشتغلش غير مع 5% من الناس؟ لو سألتهم هم أسهل حاجة هيقولوا لك علشان بقية الناس دي تتدلع، إرادتها ضعيفة. وأظن إحنا يعني في الحلقة اللي فاتت قتلنا موضوع الإرادة ده بحثا. لو جيت تبص على الجزء اللي كان بيزق الناس دي أصلا على إن هم يأكلوا كتير أو ما يمشوش على نظام أو يعطلوا عن إن هو يحقق هدفه، هتلاقي إن دكتور الدايت ما عندوش حل للمشكلة دي. هو سهل عليه جدا يكتب لك مجموعة مكونات للوجبة على مدار اليوم أو على مدار الأسبوع فيها عدد سعرات أقل من اللي انت بتحرقه، فبالتالي يعمل لك عجز في السعرات أو كالوري ديفيسيت. لو التزمت باللي مكتوب في الورقة ده 100%، ده هيؤدي إلى إنك تحرق من الدهون المتخزنة عندك وتخسر من وزنك بسبب إنك حرقت السعرات دي. طيب ما الدنيا حلوة هي، بس لما تيجي تطبق ده على أرض الواقع بتلاقي إن في غول، وحش كاسر واقف قصادك وبيهاجمك وبيحاربك من الناحية التانية، اسمه الايموشنال ايتنج أو الجوع العاطفي. هو يعني إيه أصلا ايموشنال ايتنج؟ طب يعني إيه أصلا ايموشنز؟ هو يعني إيه مشاعر أصلا؟ لما أجي أنا أقول أنا الأكل ده جوع عاطفي، ده ايموشنال ايتنج، ده أكل سببه المشاعر، هل احنا كلنا فاهمين الجملة دي؟ هل مستقرين على معنى المشاعر عندنا كلنا؟ المشاعر باختصار هي طريقة جسمك للتواصل مع مخك، هي الوسيلة اللي جسمك، هذا الكائن الذكي العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى مديهولك أمانة ونعمة كبيرة جدا جدا تعرف تعيش بيها في العالم ده. الكائن ده هو كائن حي، يعني
هو في حد ذاته كده كائن حي، فبالتالي هو عنده قدرة على التواصل. فاكرين في الحلقة لما اتكلمنا على قد ايه الكلام بيفرق، وبيفرق حتى مع النباتات وبيفرق مع الرز، في ان هو ممكن يفرق بشكل ايجابي ويخليها صحتها تتحسن، وممكن يفرق بشكل سلبي ويخلي صحتها تسوء. جسمك كمان كائن حي، بيسمع وبيتأثر بكل حاجة بتحصل حواليك، زيه زي مخك وعقلك بالظبط. كل واحد فيهم بيشوف الأحداث اللي بتحصل حواليه ويبتدي يتفاعل معاه. عقلك بيتفهمك وبيترجم لك اللي بيحصل ده، وبيوصف لك صورة معينة من اللي انت شفته، متسقة بقى مع مفاهيمك، مع قناعاتك، مع تجاربك السابقة، ويكون لك حكاية. يبتدي يبقى مخك مصدق ان الحكاية دي هي اللي حصلت بالظبط. في نفس الوقت جسمك بيعيش معاك الأحداث دي. لما بيتعرض لموقف حلو، موقف سعيد، موقف فيه فرحة، فيه انتصار، فيه شعور بالفخر، شعور بالإنجاز، أو لما بيتعرض لموقف صعب، فيه قسوة، فيه شدة، فيه شعور بالغضب، فيه شعور بالحزن، فيه شعور بالألم، جسمك هو اللي بيعيش المشاعر دي ويبعت إشارات للمخ يفهموا بيها إني حضرتك لو سمحت أنا حاسس دلوقتي بكذا، أنا الحالة اللي أنا عايشها دي اسمها كذا. طب بيبعت ده للمخ ليه؟ عشان المخ يتصرف. انت يا معلم الكبير بتاعنا هنا، فشوف انت هتعمل ايه وتصرف فيه. بس لو دي مشاعر تقيلة ما تسيبنيش قاعد فيها فترة كبيرة، ولو دي مشاعر كويسة فبرضو اديني بقولك علشان تشوف ناوي تعمل بيها ايه. اكتر صفة موحدة تجمع كل المشاعر اللي في الدنيا هي ان المشاعر مؤقتة. لو احنا استقبلناها وسمعنا الرسالة اللي هي عايزاها دي، خلاص هتروح لحالها. ولو ما استقبلناهاش شوية والحدة او الشدة بتاعتها كمشاعر بتقل وتبتدي تتسرسب. بس لما بتتسرسب بيحصل فيها ايه؟ انا هنا ما تعاملتش معاها بشكل صحي، ما سمعتش الرسالة اللي هي عايزة تقولها لي. الجسم لما بعت للمخ وقال له خد بالك انا حاسس بالخوف، هو مستنيه يعمل تصرف معين، مستنيه يبعده عن المكان او الحالة او الانسان او الحيوان اللي مسبب له الخوف ده. لكن لو ما عملش ده، فضل موجود في مكانه او قال له بس انت مش خايف ولا حاجة، فالشعور بالخوف ده حدته هتقل بس مش هيختفي، وهيتحول لأحد مصادر الاسترس أو أحد مصادر الضغط العصبي. انت عندك مصادر الضغط العصبي أو الاسترس حاجتين، نوعين أساسيين، نوع داخلي ونوع خارجي، internal stressors و external stressors. الاكسترنال stressors هي الأشياء أو الأحداث أو الأشخاص اللي حواليك، ممكن يتسببوا لك في ان تبقى في حالة ستريس او في حالة ضغط عصبي. بينما الانترنال ستريسورز هي مشاعرك اللي انت لم تتعامل معاها بشكل صحي، شعور بقى مؤلم، شعور بالغضب، شعور بالخوف، اي مشاعر تقيلة او اي مشاعر سلبية انت ما بتتعاملش معاها بتتحول هي الاخرى لجزء من الضغط العصبي اللي عليك او حالة الاسترس اللي انت فيها، لانك بتبقى عامل زي اللي عمال يتملي، ماسك كوباية عمال يمليها ويفضيش الكوباية دي في حتة، فجسمك مليان مشاعر متخزنة وانت مش راضي تسمع له، ومش راضي تفهمه، ومش راضي تاخد منه الرسالة اللي هو بيقولها لك عن طريق المشاعر دي، فعمال يضغط نفسه أكتر عشان بيحصل له حاجات تانية، فعايزك
تسمع له برضو بسبب الحاجات التانية دي. فيبقى ده الضغط العصبي. وتلاقي ان في ضغط العصبي ده اللي بنتكلم عليه بكلمتين في الخفيف كده، ده ممكن يؤدي لأكتر أمراض بعد الشر بتموت البني آدمين وبتقضي على صحته. الضغط العصبي ده ممكن يجيب لك مرض اللي هو ارتفاع ضغط الدم. الضغط العصبي ممكن يجيب لك جلطات في القلب، ممكن يجيب لك يعني هارت فيلير، أو يخلي عضلة القلب نفسها ما بيوصلهاش دم كافي إنها تعرف تتغذى فتغذي باقي الجسم. الضغط العصبي ده ممكن يتسبب في كوارث صحية عليك، وممكن يتسبب في انك تاكل زيادة عن احتياج جسمك. وده اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة، هو فكرة علاقة المشاعر وعلاقة الضغط العصبي بان انا اكل زيادة عن حاجتي. طيب انا ليه بتكلم عن الاتنين مع بعض؟ احنا قلنا في الاول اني من 80 ل 85% من حالات الأكل الزيادة، حالات الأوفر إيتينج، بتبقى بسبب المشاعر، بتبقى هي في الأصل emotional eating episode. 38% من حالات الإيموشنال إيتينج بتبقى بسبب الاسترس، بتبقى بسبب مش بس المشاعر اللي أنا حاسس بيها دلوقتي أو الأحداث اللي حصلت الطازة دي، لا، أنت عندك حاجة اسمها كرونيك ستريس. أنت ممكن يبقى عندك ضغط عصبي مزمن ملازمك كل يوم بيزقك انك تعمل action of emotional eating. فلو انت ما تخلصتش منه، ما تعاملتش معاه بشكل صحي، هيفضل مدخلك في اللوب بتاعة الايموشنال ايتنج دي. طيب لو احنا النهاردة بنتكلم على مسببات ومصادر الضغط العصبي او الاسترس، وهي دفنتلي حاجات داخل فيها تجاربك السابقة، فخليني اقول لك حاجة مهمة او لقطة انا شفتها بعيني كتير وحصلت معايا كتير، واعرف ناس كتير حصلت لهم لما بييجوا يجربوا يخسوا او يجربوا ينظموا اكلهم. انت بتبقى ماشي في امان الله في حياتك، او انت بتبقي ظبطتي شوية حاجات بسيطة، عملتي بعض التغييرات في اسلوب اكلك فابتدت تجيب نتيجة. قللتي كولا، بقيتي بتشربيها دايت، ما بقيتش بتاكل حاجات مقلية لما اشتريت اير فراير. عملت شوية تغييرات بسيطة وابتدت تعمل شوية نتائج بسيطة، فانت تقوم واخد شوية الحماس دي تقول بس انا كده على الطريق الصحيح، انا هروح بقى لدكتور دايت ويعمل لي بقى نظام، وطالما انا عرفت اظبط التغيير ده يبقى هعرف التزم بيه. او تبقى حسيت بخسارة وزنك ده في لبسك في شكلك، الناس قالت لك خسيت، فالناس اللي جوه دماغك بقى ما يسكتش، يقوم قايل لك لا ما تيجي نتوزن، فتطلع تتوزن فتلاقي رقم غير اللي انت كنت متوقعه خالص. بيتحول الميزان نفسه او زيارة طبيب الدايت او اخصائي التغذية اللي لسه ماشي بنظام الورقة الى مصدر من مصادر الاسترس في حد ذاته. فتدخل العيادة او تطلع على الميزان، تنزل من عنده نفسك تاكل كمية حاجات كان بقالك شهر ما شفتهاش وما جاتش في دماغك، وانت حقيقي مش عايز تاكلها، بس يعني الفوران اللي بيبقى جواك والرغبة الشديدة في ان انا اكل حاجة معينة، ده هو ده الايموشنال ايتنج. هو ده اللي جايب لك من تجارب سابقة كان ممكن يكون كان فيها تجارب فاشلة او تجارب مش ناجحة، فبالتالي بقت عاملة ستريس وعاملة حزن وعاملة مشاعر سلبية.
مع ان حصل تريجر للمشاعر دي اللي هو طلوعك على الميزان او زيارتك للدكتور ده، ضرب الاتنين في الخلاط، طلع لك شوب الايموشنال ايتنج اللذيذ. يلا بقى يا معلم، انزل بقى عدي على مش عارف مين، او كل شوكولاتة، او كل مكسرات، كل شيبسي. كل حد بيبقى عنده كومفورت فود بتاعه، وفي حاجات متفق عليها زي الحاجات اللي فيها سعرات عالية قوي زي الشوكولاتات مثلا، او الحلويات الدسمة قوي اللي فيها كل الحلويات اللي ربنا خلاها تتحط مع بعض. احنا هنحط كيك على ايس كريم على بسبوسة على كنافة على عسل على مانجا على شربات على حتتين بسكوت ويفر من فوق، يعني دول اللي هيدوا الشكل. وتلاقي ان الناس بتاكل ده في اوقات معينة، ويقول لك ما هي دي الحاجة اللي بتخرجني بالحزن اللي انا فيه. الناس كلها عارفة الموضوع ده وبتتكلم عنه طول الوقت بعيدا عن التعبيرات العلمية يعني.